حلقة اليوم بعنوان: لو كنت أعرف إن الكشري بيشهر بالشكل ده كان زماني أكلت كشري من زمان. كل مصر النهاردة بتتكلم عن عامل النظافة اللي راح ياكل كشري. راح ياكل كشري عادي، أي إنسان عاوز يروح يتغدى او عايز ياكل في اي مطعم بيروح ياكل كشري. المشكله بقى مش في هنا، المشكله اللي ده راح دفع حق طبق الكشري او علبه الكشري اللي هياكلها، وبعدين اخد علبه الكشري وراح قاعد على ترابيزه. اجا صاحب المحل قال له: لا، انت ما تقعدش على ترابيزه، انت اخد بتاعت الكشري راح تاكلها بره. هوب، ليه اطلع بره ومش عارف ايه، وحصلت شكله. طبعا لقينا الكاميرات كلها اتسلطت على عامل النظافة طبعا، وعملية التعاطف بقت جامدة. احنا مش عارفين ايه اللي حصل عموما من عالم النظافة، جايز يكون قل ادبه او عموما هو اتطرد. بصينا لقينا عامل النظافة ده بقى ترند جامد في مصر، كل مصر بتتكلم عليه. عشان كده قلت لكم يا ريتني اكلت كشري من زمان، او يا ريتني اتطردت من زمان. كل مصر النهارده بتتكلم عن عامل النظافه ده. مش كده وبس، ده راح كمان عشان يمثل، والوقت ما شاء الله المخرجين والفنانين وكل بتوع الاعلام بيتلهفوا عليه، يعني عايزينه بقى. السيناريوهات الوقت بتتجهز عشان يعمل افلام. لا، ده مش كده وبس، ده كمان المطربين الوقتي والملحنين بيألفوا له اغاني عشان يطلع يغني. فجأة كده بقى ممثل كبير ما شاء الله، وبقى مطرب كبير فجأة كده، يعني اقبال عامل نظافة بقى فنان كبير ومطرب كبير ما شاء الله. والوقت كمان وسائل الاعلام الوقت ما شاء الله بتستضيفه في جميع القنوات، يعني حاجة جامدة قوي. وبعدين ده بيعتذر، يعني بيعتذر. تامن امين يتصل بيه يعتذر: مش فاضي النهارده، انا رايح اسجل في قناه تانية. وخلاص بقى الراجل بقى ترند مشهور وخلاص، يعني ما مصر كلها النهارده بتتكلم عليه. لا، ده مش كده وبس، ده كمان هيصلح ما بين شيرين باله، هيروح يعني يشهد على عقد جوازهم وحاجه ما شاء الله، يعني ما شاء الله. كل ده من الكشري، بس مش عارفين الصلصه كانت خفيفه ولا تقيله، الله اعلم. يعني جايز تكون الصلصه تقيله شويه او ما كانش فيها دقه او حاجه زي. لا، وكمان الادهى من كده دلوقتي العرايس بتتلهف عليه. يعني دلوقتي في واحده طالعه تكتب بتقول لك انا هتجوزه، ما شاء الله ما شاء الله، من طبق كشري. يا سلام يا جدعان. لا 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 لا, لا بصراحه انا بفكر افتح محل كشري واقف بره واطرد عشان بس الشهر الشهره الجامده اللي الجدع ده. والله احنا يعني بنحسده. كل مصر دلوقتي عايزه تبيع كشري او عايزه تروح تشتري كشري. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ احنا خلاص سيبنا كل حاجه وقعدنا نركز في الكشري. فشل الكشري خلاص، يعني احنا ما بنصدق نلبق في حاجه. اما نشوف بعد كده، ده لغايه الوقت وصل لنا اللي هو هيمثل ويغني ده كمان في الوقت بيعرضوا عليه برنامج يبقى مذيع، بس هيقدم لنا ايه، طبق اليوم ولا مش عارف انا. عموما ربنا يصلح حاله ويوفقه، واكيد ده بقى كل حلقه يخش بطبق كشري. لما يعمل برنامج هيخش بطبق كشري، عشان طبعا الكشري هو اللي شهره، والراجل ما بقاش فاضي. ده الناس حبت الكشري عشان خاطره. والله احنا مصر والله ما شاء الله فيها كمية تعاطف جامدة جامدة جامدة، بس خلاص بقى احنا تعبنا. خلاص اخد يومين كشري، خلاص بقى يعني الموضوع بقى يخلص على كده. انما كل يوم بتاع الكشري بتاع الكشري بتاع الكشري، ده انت كنت هتزهقوا الناس في الكشري. يعني كفاية بقى، ونبدأ بقى نبص بقى الحاجات تانية بقى، نبدأ نبص للفول والطعمية والحاجات دي. عموما ربنا يصلح حاله. واحنا ايه يعني الجديد، احنا في انتظار عامل النظافة اللي اصبح ترند دلوقتي، كل مدى بيحصل جديد. يعني ربنا يسهل له. يا حسين، طبق كشري يا حسين.